واحنا صغيرين كانوا بيحكوا لنا قصة النملة اللي دخلت ودن الفيل وكانت هتموته. القصة مغزاها ان مهما كان قدرك في المجتمع فأكيد ليك تأثير، ومدى تأثيرك سواء كان إيجابي أو سلبي ده اللي بيحدده مستوى ذكائك. وعلشان كده نصيحة الكبار لينا كانت إننا نعمل حساب الصغير قبل الكبير. بس الظاهر إن في ناس ما بتتعلمش، ومنهم أمريكا، واللي موقع ويكيليكس ضربها في مقتل وعيشها في كابوس لففها حوالين نفسها، برغم إن اللي عاملينه حجمهم قد النملة قدام حجم الفيل الكبير أمريكا. كوباية الشاي بتاعت كل مرة، وتعال نشوف قصة نملة ويكيليكس اللي كانت هتموت الفيل الأمريكي، أكبر قوة على الساحة العالمية. بس الأول ما تنساش تعمل لايك وشير لو أنت على الفيسبوك، وسبسكرايب لو أنت على اليوتيوب. أنا أحمد سلامة، زي الكتاب ما بيقول. جوليان أسانج طفل الأب وأم فنانين بيديروا مسرح متجول. اتولد سنة 71 في كوينزلاند شمال أستراليا، ورغم أن ابن الفنان بنسبة كبيرة بيطلع فنان، إلا أن جوليان قرر يمشي في سكة تانية خالص. في صغره كان متفوق جدا في مجال الرياضيات، وده بشهادة كل اللي اتعاملوا معاه على مستوى التعليم. ولما كبر لقى اختراع جديد غيره زي ما غير العالم كله: الإنترنت. تطور الإنترنت وفر لجوليان الفرصة إنه يعزز تفوقه في الرياضيات وينتقل لعالم البرمجة، أكتر حاجة جوليان بيحبها لحد الجنون. بس خلي بالك يا صديقي، مش أي برمجة، برمجة التجسس الإلكتروني أو الهاكينج. ده الطريق اللي خده جوليان وركز فيه لحد ما بقى أكبر اسم في المجال ده. والحكاية بدأت سنة 95 لما توجهت لجوليان وصديقه اتهامات بارتكاب أعمال القرصنة الإلكترونية على مواقع مهمة. ورغم استخدامهم لمهاراتهم علشان يوقفوا المحققين اللي بيتتبعوهم، اتقبض على جوليان وصديقه ودفعوا كفالة بالآلاف علشان يطلعوا من القضية، بشرط انهم ما يكرروهاش تاني. يعني بالبلدي كده صديقي، كانت قرصة ودن. شاب وغلط ومش هيعمل كده تاني، عادي. واخد بالك يا صديقي من التاريخ؟ سنة 95، يعني كان بيعمل هاكينج في الوقت اللي الناس لسه أساسا بتتعلم فيه لغات البرمجة. المهم إن الممنوع مرغوب، وجوليان ما سكتش واشتغل مع أكاديمية بتعمل أبحاث عن الجانب المظلم من تأثيرات الإنترنت، وكمان ألف كتاب اسمه Underground أو العالم السفلي، واللي كان تقريبا عن نفس الموضوع. الكتاب اللي بقى بعدها بفترة قصيرة الأكثر مبيعا بين الكتب اللي ليها علاقة بالكمبيوتر طبعا. وفضل جوليان رايح جاي في نفس الطريق لحد 2006 لما جات له فكرة موقع وعرضها في واحد من مؤتمرات علوم الكمبيوتر، واللي قابل فيه الألماني دانيال دوماشاينبرغ، وبدأوا يأسسوا الموقع ده، واللي هيبقى أكبر موقع تسريبات في العالم كمان كام سنة: ويكيليكس. ويكيليكس يا صديقي على الورق هي منظمة غير ربحية بتنشر تقارير إعلامية بس بمصادر غير معلنة، سواء بقى مصادر صحفية سرية أو تسريبات إخبارية مجهولة أيا كان طريقها. المهم موقع ويكيليكس بدأ باسم منظمة سانشاين الصحفية بهدف فتح الأنظمة القمعية والكشف عن السلوكيات غير الأخلاقية للحكومات أو الشركات. وبعد أقل من سنة، وتحديدا في يناير 2007، أعلنت ويكيليكس عن 1,200,000 وثيقة تقريبا مسربة وجاهزة للنشر. ومواضيع التسريبات دي كانت مختلفة وتمس حكومات وشركات كتير وفي أماكن كتير في العالم كله. وثائق تمس الصناعات من أول صناعة السينما لحد سياسات الأمن الوطني والدبلوماسي، ودي كانت أول ضربة لويكيليكس. وجوليان ما وقفش هنا إطلاقا يا محترم، ده عمل مبادرة اسمها علبة الرسائل الميتة، ودي مبادرة لأي حد حابب يشارك تسريبات من عنده مع ويكيليكس. يعني زي ما في فيسبوك ممكن تشارك فيه كلامك، ويكيليكس عملت فيسبوك التسريبات. جوليان شفر كل البيانات اللي رايحة أو جاية من ويكيليكس بحيطة أمان قوية جدا طبعا، وكان بيستخدم الرياضيات اللي بيحبها علشان يعمل ده، وتحديدا علم الاحتمالات، لأنه كان بيخفي الملف اللي فيه المعلومات وسط مئات الملفات علشان محدش يقدر يوصل للملفات دي بأي شكل وسط مئات الملفات المزيفة. جوليان قال في لقاء مع BBC في 2011 إنه علشان يخلي مصادره دايما في أمان كان لازم يوزع الملفات الأصلية في أماكن كتير ويشفر كل الأماكن دي. وقال كمان إن ويكيليكس بقت شاطرة قوي في ده، وإن عمرهم ما خسروا قضية، وإنه مبسوط باللي هم وصلوا له رغم إن ناس كتير مش مقدرين اللي هم بيعملوه.
بس بيانات ويكيليكس يا صديقي ما كانتش مجرد بيانات بتفضح الشركات ولا رجال الأعمال إطلاقا، دي كانت تسريبات بتمس أمن وسلامة الدول، ومش أي دول، دي الولايات المتحدة الأمريكية من ضمنهم. وأكبر عملية تسريب لويكيليكس كانت نشر مئات الآلاف من الوثائق السرية عن الفترة اللي كان الجيش الأمريكي موجود فيها في العراق. وثائق كشفت إعدام الجيش الأمريكي المدنيين عراقيين كتير عزل من السلاح، وده غير طبعا تعذيب في سجون العراق للمدنيين من قوات مختلفة، وإعدام مدنيين أفغان وقت احتلال أمريكا لأفغانستان. الوثائق دي يا صديقي اتسربت لويكيليكس عن طريق الضابط كان شغال محلل بيانات في جهاز مخابرات الجيش الأمريكي اسمه تشيلسي مانينج. ودي يا صديقي حكايتها حكاية تانية خالص، والجملة اللي فاتت دي على فكرة ما فيهاش غلطة لغوية، وهنفهم مع بعض ليه كمان شوية. سنة 2005 تشيلسي كان شاب عنده 18 سنة بيحب مجال البرمجة، وعلشان كده اتدرب في شركة برمجيات وبان عليه قد ايه هو مبرمج شاطر. بس هو كمان كان عنده حلم أكبر من كده بكتير، وعلشان كده في 2007 انضم للجيش الأمريكي، وكمان بدأ دراسة في مدرسة الاستخبارات الخاصة بالجيش. ولما اتخرج في 2008 ومضى على اتفاقية السرية العسكرية وقال القسم، طلع على العراق على طول مع الجيش الأمريكي في عملياته هناك. بس تشيلسي يا صديقي كان زي ما بنقول مية من تحت تبن، لأنه استغل مكانه في مركز حساس زي ده وفي قلب أحداث بتولع أكتر وأكتر كل دقيقة، ونقل معلومات غاية في السرية من مركز بيانات مخابرات الجيش الأمريكي وحطها على اسطوانة مكتوب عليها ليدي جاجا، اسم المغنية الأمريكية المعروفة. وقتها زمايله كلهم قالوا عادي، شاب عنده 22 سنة وبيسمع أغاني شبابية ليدي جاجا، خليه يتبسط، محدش شك فيه إطلاقا. بس الاسطوانة دي يا صديقي كان عليها معلومات بتخص حرب العراق وحرب أفغانستان وجرائم حرب عملها الجيش الأمريكي في حق مدنيين وصحفيين. منهم فيديو بيعرض طيارة تابعة للقوات الأمريكية بتضرب مدنيين عزل بالرصاص، ورصاص الطيارات الحربية يا صديقي مش زي رصاص المسدسات، رصاص الطيارات الواحدة ممكن تاخد في سكتها 2 و3. كل ده طبعا كان معاه آلاف المستندات التانية اللي بتكشف عمليات وجرائم قام بيها الجيش الأمريكي في أماكن كتير في العالم. وفي مايو 2010 تشيلسي اللي كان عنده 23 سنة بس سرب المستندات دي كلها لويكيليكس. وانا عايزك تتخيل معايا المشهد كده صديقي، تخيل انك بتنقب عن ذهب وكل شوية تلاقي سبيكة، هيبقى ايه احساسك لو لقيت منجم كامل؟ تخيل معايا احساس جوليان وباقي القائمين على ويكيليكس لما وصلت لهم المستندات دي. المهم ويكيليكس نشرت الوثائق دي بعد نقاش او تقدر تقول كده خناقة كبيرة حصلت بين القائمين عليها، اكبر قنبلة رقمية تضرب امريكا في تاريخها. وطبعا بدأت محاكمات كتيرة لتشيلسي. بداية القصيدة اتحبس 9 شهور في منشأة تبع البحرية الأمريكية، وبعدها بدأت محاكمته الفعلية اللي أقر فيها إنه مذنب. وعلى فكرة مش مذنب في قضية واحدة إطلاقا، في 10 تهم من التهم الكتيرة اللي اتوجهت له. بس تحس كده صديقي إن أمريكا بلد الحريات كانت عايزة تنتقم من اللي عمل فيها كده، فالمدعين قرروا يكملوا جدال ونقاش في باقي التهم لحد ما اتحكم على تشيلسي ب 35 سنة سجن. فتشيلسي طلع تاني يوم وقال لهم طب ايه رأيكم بقى، انا انثى مش ذكر وعندي اضطراب هوية وعايز اتعالج، وقدم فعلا طلب لوزارة الدفاع بالعلاج، لكن طلبه اترفض وفضل الحال كما هو عليه لحد ما اتحاد الحريات المدنية الامريكي رفع دعوى قضائية، وتشيلسي نفسه اضرب عن الطعام لحد ما توافق له على طلب العلاج، وتوافق له كمان على عملية التغيير، واتنقل تشيلسي من سجون الرجال لسجون النساء. وقبل ما أوباما اللي كان برضه الرئيس ساعة التسريبات دي يسيب منصبه وبكام يوم بس، خفف العقوبة على تشيلسي عشان يخرج تاني للنور في 2017. الله، عفو واتحاد حريات؟ كانت فين الحاجات دي في حرية تبادل المعلومات ساعة التسريبات أساسا؟ ولا هي الحاجات دي للي بره بس؟ المهم تشيلسي قرر يمارس الحياة السياسية ويرشح نفسه لمجلس الشيوخ، بس اتحارب ولسه بيتحارب لحد النهاردة، وكل شوية يطلعوا له حجة علشان يقعد في السجن كام شهر. تشيلسي ما كانش محظوظ لأنه اتعرف، بس في تسريبات تانية كتير وكبيرة طلعتها ويكيليكس أصحابها كانوا محظوظين ومحدش يعرفهم لحد النهاردة، زي رسائل جون بوديستا رئيس حملة هيلاري كلينتون في انتخابات 2016،
واللي كانت مليانة معلومات وحيل استخدمتها الحملة علشان هيلاري تبقى أول رئيسة لأمريكا، ومنها حملات ترويج سرية على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي. تحس كده يا صديقي إن هيلاري دي مش حاطة حتى أنتي فيروس على أجهزتها، ودايما ليها تسريبات زي التسريبات اللي طلعت من فترة قريبة عن الشرق الأوسط، واللي تقدر تعرف عنها بالتفصيل في حلقة تسريبات هيلاري اللي هتلاقي اللينك بتاعها تحت الحلقة دي. وخلي بالك يا صديقي إن دي حيلة الخسران، ما بالك بقى حيلة الكسبان اللي ما تعرفتش لحد النهاردة كانت عاملة ازاي. ده غير طبعا تسريبات تانية من قلب الحزب الديمقراطي اللي بتثير الشكوك حوالين نزاهة ترشح هيلاري للانتخابات من الأساس، وتعامل الحزب معاها ومع منافسها ترامب. ووثائق تانية كشفت ان وكالة الأمن القومي الأمريكية بتتنصت على زعماء العالم، ومش أي زعماء، أنجلا ميركل المستشارة الألمانية، وبان كيمون أمين عام الأمم المتحدة السابق، والحكومة الإيطالية كمان. وعندك مثلا تسريبات حزب العدالة والتنمية التركي الحزب الحاكم دلوقتي، واللي بتكشف قد ايه الحزب حاول بكل الطرق انه يتحكم في كل مفاصل السلطة بعد الانقلاب الفاشل في 2016، وده خلى تركيا تحجب ويكيليكس عندها. التسريبات كشفت كمان عن حرب فساد بين شركات غربية وصينية علشان يسيطروا على ثروات أفغانستان في عمليات إعادة الإعمار. ومش بس الدول يا صديقي اللي طلعت لها تسريبات، شركة سوني مثلا طلع من عندها 170 ألف إيميل بعد الهجوم الإلكتروني اللي تعرضت له الشركة بعد ما أعلنوا عن فيلم اسمه المقابلة، واللي بيسخر من زعيم كوريا الشمالية. الإيميلات دي قالت مثلا إن جينيفر لورنس وإيمي آدمز خدوا أجور أقل من الممثلين الرجالة في فيلم أمريكان هاسل. يعني مش سايبين حد في حاله صديقي، بيسربوا من الإبرة للصاروخ. طبعا يا صديقي عايز تعرف هو موقع ويكيليكس ده فين دلوقتي؟ الموقع صديقي لسه شغال، بس مفيش حاجات جديدة بتنزل عليه لأن جوليان أسانج مؤسس الموقع ده والمهتم الأكبر بنشر التسريبات عليه موجود في السجن. وخلينا نعرف إيه اللي حصل له. جوليان اتقبض عليه في لندن في أواخر 2010، ودخل في معارك قضائية كتير بعد ما قضى أسبوع في السجن وبعده شهور تحت الإقامة الجبرية في قرية ريفية في إنجلترا. وبما إنه مواطن إنجليزي سويدي إكوادوري، فالسويد كانت بتطالب إنجلترا إنها تسلمه عشان يتحاكم في السويد. فلما لقى جوليان إنه متحاصر وخلاص هيتسجن، لجأ لحكومة الإكوادور وسفارتها في لندن. وبما إن رئيس الإكوادور وقتها كان عنده نفس أفكار جوليان وكان بيحب ويكيليكس، وافق الرئيس على ان جوليان يفضل لاجئ جوه السفاره، لانه لو خرج من الباب هيتقبض عليه قبل ما يمشي 10 متر لقدام. وفي الفتره اللي قعدها في السفاره كان في محاولات كتير للتفاوض عشان يخرج جوليان من الحبسه دي، بس كل الطلبات اترفضت، حتى طلبات خروجه بامان للعلاج وعودته للسفاره مره تانية اترفضت. بس حصل اللي جوليان ما توقعهوش سنة 2017 لما اتغير رئيس الإكوادور اللي كان واقف جنبه، وبديله كان واخد موقف معادي تماما لجوليان، لدرجة انه عطل الجنسية الإكوادورية بتاعته وساعد في القبض عليه كمان. وبعد ما قضى 7 سنين محبوس في السفارة، بدأ حبس جديد في سجن شديد الحراسة في لندن من إبريل 2019 ولحد النهاردة. وكل ده صديقي مع كلام بأن الأحكام في كل القضايا المرفوعة على جوليان ممكن توصل ل 175 سنة سجن. والسؤال بقى هنا محترم، ليه 175 سنة سجن؟ ايه اللي عمله جوليان يستحق كل ده؟ بص يا محترم، المنطق بيقول ان الفعل اللي عمله جوليان فعل منافي للاخلاق، بس هو برضه فاد البشرية لانه كشف جرائم ومجرمين كتير اذوا ناس تانية. بس هل ده يديله الحق انه يعمل كده؟ تعال نطبق المثال ده على قصة عارفينها كلنا، قصة روبن هود الفارس اللي كان بيسرق الأغنياء علشان يدي الفقراء. هو الدافع بتاعه نبيل يا صديقي، عايز يساعد المحتاجين، بس هل ده يديله الحق انه يطبق العدل بإيده ويعمل فعل منافي للأخلاق ويسرق؟ هل ده مبرر؟ ولو رجعنا للتسريبات خلينا نسأل سؤال، هو ده حق الشعوب ولا لا؟ هل من حق الشعوب انها تعرف حكوماتها بتتصرف ازاي وبتعمل ايه، حتى لو الحكومات دي بتعمل حاجات غلط بس علشان تحمي شعوبها؟ يعني هل من حق المواطن الامريكي انه يشوف تسريبات العراق ويعرف حكومته كانت بتعمل ايه، ولا خلاص طالما هو اختار حكومة يبقى يثق فيها بقى ويسيبها تتصرف؟ الحقيقة يا صديقي من ساعة ظهور ويكيليكس ودي اكبر معضلة اخلاقية سياسية ومحدش عارف الصح بتاعها فين، بس الصح اللي فرضته القوانين هو ان الحكومات بتعمل حاجات في السر مش من حق اي حد انه يكشفها، لانها اسرار امن قومي ممكن تأذي الدولة، وده اللي العالم كله ماشي بيه دلوقتي يا محترم. طب دي الدول
بالنسبة للشركات والمؤسسات الدولية ايه الكلام؟ يعني لما جرانديفون موظفة في شركة ميركانت كو الأمريكية للأدوية كشفت تسريبات عن الأدوية والتطعيمات اللي أضرارها كبيرة أدت لأكتر من 50,000 وفاة في العالم كله، وإن الشركة دفعت تعويضات 7.5 مليار دولار في السر وبقت تطالب جراندي نفسها بتعويضات للخسائر دي، جراندي هنا عملت الصح ولا الغلط يا صديقي؟ ده سؤال يا صديقي هي مش هتعرف إجابته، لأنها اتقتلت في 8 ديسمبر 2020 في شقتها في ظروف غامضة. طب بالنسبة لكاثرين بولكوفيتش جندية قوات حفظ السلام اللي كانت في البوسنة والهرسك ساعة الحرب الأهلية، واللي سربت معلومات بأن الأقلية المسلمة كانت بتتعرض للاضطهاد بشكل كبير من الصرب، وأن زمايلها من أعضاء قوات حفظ السلام اللي المفروض رايحين يحموا الناس كانوا بيتاجروا بالبنات من أهل البلد. كل دول بقى صديقي صح ولا غلط؟ صح عشان كشفوا جرائم أبعد ما تكون عن الإنسانية، ولا غلط عشان كسروا ميثاق الشرف المهني والعسكري وسربوا المعلومات بشكل مش قانوني؟ الشرف يا صديقي إحساس إنساني خارج من الضمير قبل ما يكون خارج من شوية عقود وإقرارات. الشرف هو ولاء الإنسان لأخوه الإنسان، والضمير اللي بيخلي كل واحد يشوف أذى لحد تاني كان ممكن يكون هو مكانه ما يسكتش ويبقى عايز يهد العالم على اللي فيه. الفرق بس ان اللي حكيت لك عنهم دول خدوا الفرصة اللي بجد انهم يهدوا العالم علشان حقوق المتضررين، وجوليان أسانج وويكي ليكس كانوا مجرد أداة ساعدت أصحاب الضمير دول انهم يعلنوا عن اعتراضهم. اتشرف بمتابعتكم لقناة زي كتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان. اشوفكم بخير.